السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعينا، إن شاء الله الكل بخير وبصحة وسلامة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، عروق المصلاوية، أكلة تنفع للعشاء ومحبي الدايت. راح أستخدم هنا 2 كوب من الجريش و1 كوب من البرغل الناعم. الجريش هو يكون يعني حبات الحنطة يعني شلون نقول مطحونة أو المكسرة، والبرغل هم كذلك، لكن البرغل هو يكون يعني مسلوق ومكسر. عندي هنا ملعقة كبيرة من الملح، وملعقة صغيرة من البابريكا، ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الكمون. الكمون ضروري يعني لأن هي ويا البرغل والجريش، لأن حتى نتخلص من النفخة. والبهارات الباقية يعني تكون هي حسب الرغبة. راح أخلي مي عليه يعني بدرجة حرارة الغرفة، يعني شو نقول عينك ميزانك لحد ما يتبلل عندي البرغل والجريش. ما أريد تكون كمية المي بهواية حتى لا يعني نحسب حساب الخضار راح نثرمها ونخليها على العجين. أيضا راح تضيف لنا مي عليه، لكن أنا بس أريد أنتظر الحبات تتفتح. أحركه بهالشكل وأراء تركه لحد ما تتفتح الحبات. أصبح بهذا الشكل، وأغطيه وأتركه تقريبا نص ساعة ربع ساعة يعني حسب الوقت. بهالأثناء أني أحضر الخضار، راح أثرم البصل والفلفل والطماطة. محضرة الطعام وأفضل إنه حتى تكون ناعم. جيت وراها راح أفتته بهالشكل بإيدي، وراح أضيف عليه الخضار وأبدي أعجن. هاي الطماطة تقريبا يعني طماطتين كبار، و3 حبات بصل يعني كبار، وهاي فلفلاية واحدة فلفل أخضر، وعدي لي هنا تقريبا يعني ربع كيلو لي أو أقل مثرومة. وهذا اللحم، هم كمية اللحم يعني اختياري، يعني تقريبا يعني بيها نص كيلو. راح أخلي ملعقة من معجون الفلفل البارد، وملعقتين من معجون الطماطة. طبعا معجون الفلفل البارد يعطي طعم طيب يعني، وإضافة إلى اللون. إذا ما متوفر ممكن إنه نكتفي بس بمعجون الطماطة. أبدي أعجنهم بإيدي بهالشكل لحد ما تصبح عجينة مثل عجينة الكباب. وراها أتركها يعني يعني تقريبا هيك شكل فد نص ساعة يعني هالشون يعني ترتاح العجينة. نقول هالشكل أصبحت هاي عندي العجينة. شوفوا شون بعد العجين شون تصير. أرتبها وأكورها وأتركها ترتاح بين ما أجهز الصواني مالت الفرن. صواني الفرن أدهنها بدهن عادي، وأخلي عليها العجين بهالشكل، وأضغط عليها وأساوي وجهها. طبعا اللي ما يحب اللي يعني أو ما متوفر عنده ممكن إنه يستبدلها بزيت زيتون. خلي يعني نص كوب من زيت الزيتون، زيت زيتون أو زيت عادي أو دهن يعني نباتي، يعني أي شيء أنتوا اللي تحبوه المتوفر عندكم. أساوي شكل هالشكل، أساويها بإيدي حتى تكون كلها مستوى واحد. وطبعا يكون الفرن حامي، حرارة من الأعلى ومن الأسفل. شوية أهتم بالأطراف، ما أريدها حتى لا تحترق. أضغط عليها وأساوي وجهها يعني كل الزين حتى تطلع شكلها حلو مرتب. صارت عندي هاي الكمية صينيتين. الفرن حار حتى رأسا مباشرة أدخل بيه الصينية. بالفرن هي أنا مخلية الصينية حتى يعني تستوي. بهالأثناء راح أسوي خليط التلميع اللي عليها، خليه بيضة أو بيضتين وملعقة معجون الطماطة وملح وزيت زيتون أو زيت نباتي. أخلطهم ويعني أخففهم بالمي. وهذا يعني آخر شيء، آخر مرحلة ورا ما تستوي، بس نريد يعني نلمع وجهها. أطلعها من الفرن، أدهنها يعني بهذا الخليط، وأتركها شوية بس الحرارة من فوق حتى يتلمع الوجه مالتها. خففته بالمي أصبح بهذا الشكل.
ورا ما استوت هاي طلعتها شوية من الفرن حتى أضيف عليها هاي خليط التلميع. أسويه بالخاشوقة أو بالفرشة، وبعدين أدخلها الفرن الحرارة تكون فقط من الأعلى. هاي ورا ما كملت أدخلها الفرن. شوفوا شلون لمعة، طبعا الكاميرا هواية ظالمتها، يعني لونها هواية أحلى. أنتظرها طبعا شوية تبرد وأقطعها حتى لا تتفتفت عندي. وهاي طبعا أكلة كلش راقية وكلش يعني طيبة وتنفع أهل الدايت. اللي قلنا مثل ما قلنا اللي إذا تريدون تستغنون عنها بزيت الزيتون أو تقللوها، هاي يعني حسب رغبتكم، بس هي أطيب باللي تكون. هذا شكلها النهائي، أتمنى تجربوها لأن تستحق التجربة، جدا طيبة مشبعة مغذية يعني وتنطي طاقة. وممكن إنه تفريزها اللي يبقى من عندها هاي القطع ممكن إنه نفرزها وبعدين من نريد نستخدمها نطلعها بماعون بالمايكرويف، يعني تقريبا 30 ثانية أو دقيقة، وتطلع جديدة كأنه استونا يعني مشتغليها بالفرن. هذا شكلها النهائي. أتمنى الوصفة عجبتكم. إذا عجبتكم اكتبوا لنا بالتعليقات، وإذا عندكم أي سؤال احنا حاضرين نجاوبكم على كل الأسئلة. اكتبوا لنا انتو من أي بلد تتابعونا، وشنو الوصفات اللي حبيتوها بقناتنا، واللي إذا كنتم ما مشتركين بالقناة أتمنى إنه تشوفون الفيديوهات اللي بالقناة وتجربون وصفاتنا، وإذا عجبتكم تشتركون بالقناة ولا تبخلون علينا باللايك إذا عجبتكم. هاي لحد هنا انتهى الفيديو عندنا. أتمنى ألتقيكم في فيديوهات جديدة. أترككم في أمان الله، مع السلامة.